بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في هذه الحلقة هنرد على الشيخ أبو رنيم الشيخ سعد فيما قاله في حلقة. أنا بسجل اليوم النهاردة تكلم وقال. تعال نسمع قال إيه ونرد عليه. يقولون في المثل المصري: رب ضارة نافعة، لكن الله قدره كله خير، الله لا يقدر إلا خير. يقول أن الله قدره كله خير، الله لم يقدر إلا الخير. وهذه المقولة طبعا خطأ عقديا. الله سبحانه وتعالى قدر الخير والشر، والله خالق الخير والشر. الله خالق كل شيء، له الخلق والأمر. فربما زلت لسان، ربما خانه التعبير، ربما لم ينتبه لكلامه هذا، ولكن هذا من باب التوضيح. والشيخ سعد ربنا يبارك فيه، عايزين نقول في هذه المسألة الله سبحانه وتعالى قدر الخير والشر. والإيمان أو من أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر خيره وشره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو في البخاري، لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بينما كنا جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيما معنى الحديث فقال: جاء رجل جاء رجل يرتدي ثيابا بيضاء، شعره أسود، لا يرى عليه أثر السفر، وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع ركبتيه في ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه، وقال له: يا محمد، أخبرني ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: أخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا موضع الشاهد. ثم قال: صدقت. قال: أخبرني ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال له: صدقت. فذهب الرجل الذي رآه الصحابة، فقال: أتدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هو الإيمان. أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأركان الإيمان 6، وهي مرتبة ترتيب توقيفي على النبي صلى الله عليه وسلم، ترتيب مقصود توقيفي. أن تؤمن بالله الذي أرسل ملائكته بكتبه على رسله ليعلمهم باليوم الآخر، أو ينذرهم باليوم الآخر. فإذا جاء اليوم الآخر ودخل أهل النار ودخل أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة وإياكم يا رب العالمين والسامعين وكل من قال آمين. فإذا دخل أهل الجنة ودخل أهل النار، فقد تحقق قدر الله خيره وشره. من دخل النار فهذا شر، ومن دخل الجنة فهذا خير. فالإيمان بالقدر خيره وشره هذا من أركان الإيمان. الله سبحانه وتعالى قدر الخير وقدر الشر.
كل شيء مقدر، كل شيء مقدر، كل شيء مقدر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فإذا كل شيء مقدر في الكون، كل شيء، كل خلق الله، كل هذا مقدر. لا يحدث شيء في الكون إلا بقدر الله، وهو مقدر في اللوح المحفوظ. فيعني ربما هذه يعني زلت لسان منه أو لم ينتبه إليها، لكن هذه مسألة عقدية، فيعني وجب الرد عليها وتوضيحها وبيانها. ونحن نحسن الظن في الشيخ أبي رنين أنه يعني رجع للحق ويرجع للحق، والرجل لا يعني كان له أكثر من سابقة، فهو دائما أبدا يعني يرجع عن الخطأ، وهذا شيء يعني ما يحمد له، ونحسب ولا نزكي على الله ونحسبه كذلك. فيعني أعتقد يعني من يسمع هذا الشريط أو هذا التسجيل يعني يوصله للشيخ أبو رنيم، لأني يعني ليس معي رقم هاتفي أو غيره، ولكن إن شاء الله يعني ستصلون هذا الكلام إليه. طبعا يعني احنا مش بنرد على الشيخ على أساس إن احنا يعني الدين يعني ده الأمر دين، فواجب إنك أنت ترد طالما الكلام قيل في العلن، يجب أن يرد في العلن، لأن الذي سمعه يجب أن يسمع التصحيح. هذا فقط. يعني ممكن حد يقول لي يعني كنت نصحته، هذه ليست موضوع نصيحة، هذه ليست لها علاقة بالنصيحة خالص. يعني النصيحة لما يكون حاجة خاصة به، شيء لم يسمعه الناس وأنا سمعته منه، فأنصحه بيني وبينه أو أصحح له أو أوضح له، وهو كذلك لو سمع مني شيئا وكان سرا بيني وبينه فلينصحني على انفراد. أما إذا قلت شيئا خاصا في الدين، إذا قلت شيئا هو شيء في العقيدة، شيء مهم جدا يعني، وهو في العلن، فيجب التصحيح في العلن. هذا وبالله التوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا، وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.